السلام عليكم. نبدا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طولت عليكم خياتي ولكن أعتذر. وليت لكم بهذه المقبلة اللي إن شاء الله تنال إعجابكم، اللي تقدروا تحضروها في شهر رمضان وعلى الأبواب، اللي هي مقبلات البيتزا المقلية. هاي لك خياتي، نبدلوا شوية من البوراك لي شوصون لي مونشون. هاي ليك هنا هذه بيتزا مقلية، وصفة جد رائعة خفيفة وبنينة، والمقادير كالعادة مضبوطة، رايحين تنجحوا فيها أكيد. هنا عندنا المكونات، عندنا 2 كيلات نتاع فرينة، في كل كيلة عندنا 250 غرام. هاي ديك صافي الكل المجموع تاع الفرينة 500 غرام. عندنا كيس خميرة الحلوى، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، 2 ملاعق زيت، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة ملح، حبة ولاد الدجاج، وكأس تاع الحليب يكون دافي. هنا الكأس تاع 250 مليلتر نعمروه للفم حيخياتي، عمروه للفم حتى نتحصلوا على 300 مليلتر نتاع الحليب يكون دافي. حكمت غيسيبيون، حطيت كامل المكونات خياتي، اللي هما الكأس تاع الحليب اللي قلت لكم عمروه مليح ما يعادل 300 غرام، ولا كأس تاع 250 عمروه للفم. هاي لي حطيت ملعقة خميرة الخبز، حطيت ملعقة صغيرة تاع السكر، 2 ملاعق كبار نتاع الزيت، حطيت الكيس تاع خميرة الحلوى وملعقة صغيرة نتاع الملح. خلطت الكل وضفت الكمية الأولى أي 250 غرام نتاع فرينة. هاي ليك نخلط الكل خياتي ونغطي له لوفان تاعنا في الماليمونتير ونخليه يختمر للمرة الأولى. نروحو نوجدو صلصة الطماطم. هنا عندنا كمية من الطماطم الحب المقطعة تقطيع عشوائي، ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة. هنا أول حاجة نحكمو اون بوال ولا كسرونة خياتين، نسكرفج فيها ولا نفتت فيها هذيك الكمية نتاع الزعترة. نحط كما قلت لكم هذيك الكمية تاع الطماطم، نضيف معاها سنينة تاع الثوم، تقدروا تقطعوهم ولا تقدروا تحطوهم هكاك سنينات، ملح، فلفل الكحل، وكمية من الزيت. ندو الكسرونة تاعنا على نار قليلة، نخلوها تتقلى خياتي وممتو هذيك الطماطم طيب. بعد مده خياتي لقيت الطماطم هذيك تاعي دابت كامل، نحكم ميكسر ونميكسي الصلصه تاعنا، ورايحين تحصلوا على صلصه بزاف بنينه خياتي. نصحكم توجدوا كميه كبيره وتحطوها في علبه، تغلقوها وتحطوها في الثلاجة، رايحة تسهل عليكم الخدمة كي تحبوا تخدموا مملحات في شهر رمضان. ولينا لوفان تاعنا خياتي، شوفوا لقيناه اختمر. هنا نبدا نضيف له الكميه المتبقيه من الفرينه اللي قعدتنا كما قلت لكم 250 غرام. هاي ليك، ونبداو ندخلوا في الفرينه تاعنا غير بالعقل حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. هاي ليك، هاي ليك ندخلوا الفرينه تاعنا غير بالعقل بكميه قليله. مهم جدا خياتي تقدروا تقيدوا بالمقادير اللي قلت لكم، 300 غرام تاع السوائل مع 500 غرام رايحين، وحبه تاع البيض اللي يكون الحجم متوسط، رايحين تتحصلوا على عجينه تكون طريه. هنا بعد ما لمينا العجينه تاعنا نعجنوها في البلون دو ترافاي حوالي 4 الى 5 دقائق فقط، ونعاودوا نرجعوها في لو ميم ريسيبيون، نغطوها ونخلوها تختمر للمره الثانيه. بعد مدة وليت العجينة تاعنا لقيتها خمرات. هنا الصلصة تاعنا هاي اللي كي واجدة. بالنسبة للحشوة اللي نحطها داخل هادو البيتزا المقلية، عندنا شوية معدنوس، طون، فرماج رابي، زيتون، مايس. والحشوة خياتي تبقى اختياري، كل واحد واللي يكون عنده موجود. تقدروا ديروا بالدجاج اشي ولا دنداشي، طيبوه بشويه بصل وشويه ملح وفلفل الكحل معدنوس. تقدروا ديروا لا فيونداشي، تقدروا طونطومات، تقدروا خضر كذلك تقليوهم شويه زيت قرعه زروديه، شويه بطاطا حتى يدبالوا، تزيدوا لهم شويه معدنوس، شويه ثوم، وتحطوهم كحشوه. المهم كل واحد والمقدور واللي يكون عنده متواجد في المنزل. انا اعطيتكم هذه الحشوه لانها بسيطه تاع الطون ويحبوها جميع افراد العائله. وانتم لكم الاختيار بطبيعة الحال. هنا حكمت العجينة تاعي، حليتها خياتي كما شفتوا، وهنا جبت هذاك لو سيركل وتقطع الدوائر، وبواسطة هاد الآلة نحط الحشوة تاعي اللي هي عبارة على طماطم، شوية تاع الطون تاع الزيت، مايس، شوية معدنوس، فرماج رابي، زيتون مقطع
صغير بعد ما شللته شويه فرماج. هنا خياتي بالنسبه للشكل ما تقدروا ما تقيدوش بهذا الشكل فقط، تقدروا ديروهم تقطعوا غير لو الساخل هذاك، وديروا الحشوه في الوسط وتغلقوها بشكل دائري، لكم الاختيار كذلك. هاي ليك حطيت الحشوة كامل تاعنا كيما شفتوا، وهنا نضغط شويه غير بالملعقه باش ما تخرجليش الحشوه، ونغلق عليها بهذه الآلة. رايحه نتحصل على شكل شباب للمملحات تاوعنا. نخدم كامل الكمية خياتي ونحطها في بلا. وهنا بالنسبة للأطراف خياتي، هنا على كل حال ما رايحينش يتحلوا باسكو راح ندهنوهم نطلوهم بالبيض ولا بلا شابلور، صافي حنتأكدوا بليك ما رايحينش يتحلوا. لكن للحيطة أكثر نحكموا فرشيطة، وكما شفتوا زدت ضغط على دوك الجوانب باش نضمن بليك الحشوة تاعي ولا لي شوصون تاوعي ما رايحينش يتحلوا في القليان. هاي ليك رمت الحبه تاع لي شوسون تاعي ولا البيتزا المقليه تاعي في البيض اللي كنت دربته، ومن بعد نزيد نجوزهم في لاشابلور. بالنسبه لاشابلور خياتي صنع منزلي، حكمت الخبز اليابس حمسته شويه، درتو يحمر شويه في الفور، شعلت له من الفوق. بعد ما حمر لي حكمت روبو ورحيت، ومن بعد عاود جوزتها في السيار باش يكون الشكل تاعها شباب. هذاك الخشين عاود ترحيته وتحصلت على لا شابلور. ديروا هاد العمليه خياتي، ما ترموش الخبز، التبذير كما نعرفوا كامل حرام خياتي، نسيو نقتصدوا في الشيء اللي يكون عندنا في المنزل. هنا حبيبه واحده اخرى خياتي، نفس العمليه نحطوها في البيض نرمدوها، من بعد نزيدوها في لاشابلور، نكونوا سخنا الزيت على درجه متوسطه، ونقلوا لي بيتزا تاعنا. هاي ليك. ومن جهه واحده اخرى نكونوا حاطين بابي سويتون ولا ورق ماس، نحطوهم يقطعوا شويه ويمتص شويه هذاك الزيت. وهنا الحبات تاعنا راهم واجدين. هاي ليك خياتي الشكل نتاعهم النهائي، ننصحكم باش تجربوهم ان شاء الله. تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، ومزيد من الوصفات ان شاء الله باذن الله.